يلا شوفوا طريقة الحمص اللي هنعمل منه الأطباق الحلوة دي. حمص مع الخضروات، حمص بيوريه، حمص مع السبانخ وزيت الزيتون، حمص مع اللحمة المفرومة والرز، حمص شوربة. كمان معانا حمص الشام الأشهر على الإطلاق. يلا نشوف هنعمله إزاي. هنجيب الحمص ننقعه ليلة كاملة علشان يتخلص من المادة اللي بتمنع امتصاص المعادن في الجسم، وده النظام ده احنا متبعينه مع أي بقوليات. هنحطه بقى في حلة نضيفة وننزل عليه بمية تغطيه تماما. نرفعه على النار، وأول ما يعمل الطبقة البيضة اللي هي الريم دي نبدأ نشيلها كده واحدة واحدة. طيب المعلقة بتطلع معاكي مية مع الريم، طب ممكن نستخدم مصفة الشاي نشيل بيها الريم، هيشيل الريم من غير ما ياخد معاها مية من مية الحمص. تمام لغاية ما يبقى رايق معانا تماما. هننزل بقى بفصوص توم، كمون، بصلاية، معلقة صغيرة سكر، معلقة صغيرة كزبرة ناشفة، وفي كمان معانا نص معلقة صغيرة بيكنج صودا، وأنا للأسف ما طلعتش معايا في التصوير. هنغطيه ونسيبه بقى يستوي كده مع نفسه لغاية ما نلاقيه بقى بالشكل ده. دخل في السوا هنختبره نلاقيه تمام جدا. استوى خلاص. هنبدأ بقى نشيل البصلاية ونشيل فصوص الثوم اللي احنا حطيناها. طبعا التوابل دي معلقة صغيرة من كل حاجة يعني. وبعد ما اتأكدنا ان هو استوى هنبدأ بقى نملحه، ما نحطش الملح من الأول خالص. هنملحه بالمقدار اللي احنا عايزينه زي ما انت شايفة. مسلوق ان هو الحباية محافظة على شكلها ومستوية لكن مش مهرية. خلاص هنحطه في مصفى يصفي ميته كويس جدا. ونجيب بقى معانا اكياس التفريز اللي هي بتبقى زيتية الغلق دي. وبرضو احنا متفقين ان اي حاجة بنشيلها في الفريزر نحاول قدر المستطاع نطلع منها اي نسبة هواء على قد ما نقدر. ليه؟ لان دخول الهواء في كيس التفريز بيخلي المنتج او الحاجة اللي انت عاملاها تعمل تلج وبالتالي تتهري. فاحنا هنستخدم هنا معانا الشاليمو اللي هو بتاع المشروبات. نحاول نشفط بيه الهواء على قد ما نقدر، ودي طريقة بدائية وسهلة ومتوفرة لأي حد ممكن يعملها. هنحاول زي ما انتم شايفين كده بنحط في زاوية الكيس الشاليمو، نبدأ نسحب الهواء ده على قد ما نقدر. ويبقى جاهز معاكي تعملي بيه الوصفات الحلوة اللي احنا نزلنا صورها في الأول دي. بألف هنا، كل عام وانتم بخير، مع السلامة.